بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بقى النهارده هعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة وحلوة قوي وناجحة 100%. هنعمل مع بعض شيش طاووق الكفتة، وفي نفس الوقت هنعمل صينية مكرونة. بصوا يا جماعة، انا كان عندي لحمة مفرومة وكنت عايزة اعمل غدا كده يشبع، عشان كان جاي لي حد برضو فكنت عايزة اعمل حاجة كده تكون بسيطة ومش مكلفة في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وفي نفس الوقت تبقى حاجة كده شيك تتحط على السفرة بتاعتنا. فكان عندي اللحمه مفرومه، فقلت هطلعها واعمل معاكم شيش طاووق الكفته. وفي نفس الوقت عملت صينيه مكرونه بالصوص الابيض، والكفته كمان خدت حبه كده حطيتهم معاهم. تعالوا بقى صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي الله، وتعالوا نشوف مقاديرنا الوصفات بتاعتنا هتمشي ازاي. اول حاجه انا كان معايا بصله كبيره خالص بتبشريها، وحطيتها في المصفى عليها شويه ملح صغيرين عشان تنزل الميه اللي فيها. اهم حاجه من عوامل نجاح الكفته ان البصل بتاعك يكون مفيهوش سوائل. انا خدت الميه بتاعت البصل، حطيت عليها شويه ملح، واحط شويه فلفل اسمر صغيرين، وكمان شويه بابريكا، وهسيب بقى الخليط بتاعي ده على جنب. المقادير بتاعت الكفته اللي احنا هنشتغل بيها النهارده دي مقادير الكفته المشويه. يعني عايزه تعملي هنا معلقتين زيت كمان بحطهم اهو. عايزه تعملي كفته مشويه، عايزه تعملي كفته في صينيه، امشي على الخطوات ديت هتطلع معاكي احلى كفته ناجحه عملتيها في حياتك. انا هنا حطيت فص ثوم، وحطيت معلقه فلفل احمر اللي هي الدقه، انتوا عارفيني على طول عاملاها في الفريزر عندي. لو مش عندك مفيش مشكله خالص، حطي فص ثوم والبصله المعصوره، شويه ملح وفلفل، ومعلقتين النشا اللي هيربطوا معاكي الكفته. ناس كتيرة بتشتكي ان الكفتة بعد ما تعملها بتلاقيها فكت منها، وفي نفس الوقت كمان ممكن تكش. فانا اقولك على حاجتين، طبعا هنحط معلقة بيكنج باودر كبيرة، دي اللي هتخلي الكفتة تبقى خفيفة معاكي كده وهشة ومش هتكش منك. وفي نفس الوقت دي معلقة سكر صغيرة. طب ايه لازمة السكر؟ السكر يا جماعة بيعمل عرق اللحمة وبيديها طعم حلو، رشة بسيطة زي ما انتم شايفينها كده. وهنا هحط الأعشاب بتاعتي أو التوابل بتاعتي. دي يا جماعة 11 نوع من أنواع التوابل، كنت عملتها لكم في فيديو قبل كده. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الفيديو ال 11 توابل دول أنا بعملهم من عند العطار، بجيبهم حصى عادي وبطحنهم. آخر مكون معانا هو البيضة. كده المقادير بتاعتنا تمام جدا: بصلايه مبشوره متصفيه، فص ثوم، ملح وفلفل بس، ما حطيتش اكتر من كده في التوابل، معلقتين نشا كبار، وفي نفس الوقت بيضايه. ويرجح او يستحب تحطي بياض البيضه بس. البياض يا جماعه بيدي هيشان للكفته، وبيخليها ما تكشش معاكي خالص. فممكن تحطي البياض بس احسن كمان من وجود الصفار. واي توابل بقى انت حطاها، فانا عندي 11 تابل دول فيهم كل حاجه، فهي تمام ادت الكفته ريحه حلوه قوي، وهتدي معاكي طعم حلو. شايفين عملت ايه بعد ما عجنت المكونات بتاعتي كويس قوي؟ ابتديت ان انا اضربهم في الكب حبه حبه لغايه ما جبت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص بقت انسجه كده وتمام. هريحها بقى في التلاجة لمده نص ساعه قبل ما احضر الخضار اللي انا هشويه مع الكفته. عايزه اقول لكم ان انت لو ما عندكيش كبه، لازم من اهم حاجات اللي تخلي الكفته تنجح معاكي انك تعجنيها مش اقل من 15 دقيقه بايدك كده، لغايه ما تلاقيها عملت زي خيط كده. وانت بتفكي قطعه اللحمه من بعضها تلاقيها عملت خيوط طويله كده، اعرفي كده ان هي اتعجنت معاكي تمام. انا ريحتها في التلاجة، وزي ما انتم شايفين كده قطعت بصل، وقطعت فلفل الوان كان عندي في الفريزر، وقطعت فلفل اخضر، وابتديت ان انا اقطعهم مكعبات اهو. وهاخد من اللي انا عملته اللي هو ميه البصل والفلفل والملح والبابريكا، هاخد معلقتين كده عشان اتبل الخضار بتاعي ويبقى طعمه حلو. كده احنا تمام خالص. هقول لكم دلوقتي الكفته هتتشوي ازاي، وازاي ما تفكش معانا، وازاي تدينا نتيجه حلوه. بس هعلق معاكم على شويه مكرونه كده يتسلقوا، وهعمل معاكم صوص حلو كده خفيف هنزوق بيه الصينيه بتاعتنا. انتوا عارفين ان احنا في ظل الظروف ديت بنبقى عايزين نعمل بكميات قليله، نحاول ان احنا نطلع شاطرين كده ونظبط الدنيا على السفره. فانا حبيت ان انا اعمل وجبتين من الكيلو لحمه، فحبيت ان انا اعمل منه وجبتين حلوين كده. هبدا ان انا دلوقتي اكور كده الكور. بس بعمل ايه؟ ببل ايدي بميه البصل والتوابل، وابدا ان انا اعمل كور. ساعات كنت بشكل كور صغيره كده على اساس دي انا هغرزها مع في الصينيه بتاعه الكفته، المكرونه قصدي. وبعمل الكفته اللي هي الوسط دي اللي هعملها في الاسياخ معاكم.
طب في ناس هتقولي هو ينفع ان احنا نعملها في السيخ كده على طول؟ لا طبعا، هي هتفك منك وهتبقى طريه وانت بتدخليها في السيخ مش هتعرفي تتحكمي فيها. طب ايه الحل؟ الحل ان انا هديها صدمه، يعني هدي قطعه زبده كده تسخن قوي او شويه زيت صغيرين، وهدي الكفته صدمه. وتكوني حريصه جدا وانت بتعملي الكفته دي ان انت ما تقلبيهاش بالمعلقه اطلاقا. انا بصوا انا حطاها فوق بعضها اهي بالايد بتاعه الطاسه كده او الجريل، وبفضل كل شويه يعني احركها كده بحيث انها تبقى متماسكه. بعد ما تبقى متماسكه تقدري ان انت تقلبيها براحتك، لكن وهي لسه نيه ومحطوطه في الطاسه ما تحاوليش ان انت تقلبيها لانها هتعجن منك. انا خلاص 10 دقايق كده اديتها صدمه، نزلت الصوص بتاعها، وخدت مكان الطاسه هعمل فيه الصوص بتاعي او الصوص الابيض بتاع المكرونه. بصوا بشغل نفسي، يعني شغلي نفسك كده ايه بسرعه كده الحاجتين هتلاقي كله خلص معاكي. انا كنت عايزه اخد الطعم اللي نزل من الكفته، فانا حطيت هنا معلقه زبده كبيره وحطيت معلقه دقيق كبيره، وهنزل بنص كيلو لبن وشويه ملح وشويه فلفل، وهبدا ان انا اربطهم. الميه اللي انا بحطها دي انا بزود صوص من ميه المكرونه بيدي طعم حلو للبشاميل بتاعنا. ابدأي بقى حطي الكفته بتاعتك في الصوص ده. على فكرة دي وجبة لوحدها، يعني انت لو في ناس بتحب تقلي الصوص شوية وبتعتمد على ان دي الكفتة بالصوص الابيض. انا اهو حطيت المكرونة، حطيت حبة تحت وحطيت حبة على الوش. هبدأ بقى ايه ادور على اي حاجة موجودة عندي، كان عندي شوية جبنة حطيتهم، وهبدأ احط الكفتة زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، بس نصيحتي ليكم ان انتوا تكتروا الصوص الابيض اكتر من كده. يعني انا اعتمدت ان انا هعمل نص كيلو لبن بس، لا الصينيه دي بتاخد مني كيلو لبن. يعني لما باجي اعمل بشاميل اعمل كيلو لبن، فانت لو الصينيه بتاعتك كبيره اعملي كيلو لبن مع 3 معالق دقيق و4 معالق سمنه. ده معيار البشاميل الجوسي الحلو قوي. هبدأ بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، عملت الكفتة وعملت قطعة من الفلفل وقطعة من البصل، وشايفين الكفتة مش مستوية قوي يعني ما خدتش السوا بتاعها كامل عشان ما تنشفش مني، ومش طرية او نية لسه، بقدر ادخلها في السيخ او الخشبة بتاعة الشيش. شكلها شيك قوي قوي وحلوه، وتقدري تعمليها على السفره وما شاء الله. يعني يعتبر ده مثلا لو قلنا نص كيلو فهو رمى معايا كتير قوي، وولادي طبعا حبوه جدا والضيوف اللي كانت عندي حبته. هعمل ايه دلوقتي؟ عندك حلين، يا اما هترجعيه الجريل تاني وتبداي تكملي سواه، يا اما انا زي ما عملت كده حطيته على السلكه وابتديت ان انا اولع الشوايه واقلبها شمال ويمين. ما خدتش مني 3 دقايق بالظبط، 3 دقايق بالظبط، وكنت محضره خلاص مطلعه الكفته بتاعتي من تحت الشوايه. في ناس بتقولي ممكن اولع الفرن، مفيش مشكله اولع الفرن، بس الفرن بينشفها، لكن الشوايه يا جماعه بتخلي الكفته تستوي بسرعه وتاخد لون، وفي نفس الوقت ما بتنزلش كل الدهون اللي فيها، انت بتتحكمي فيها فبتطلعيها على طول. عايزه اوريكم بقى شكلها حلو قوي، طعمها حكايه. المكرونه لوحدها يا جماعه حلوه قوي 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 بجد. طعم اللبن والصوص الابيض. عايزه بقى تحطي زودي جبن، كل ما هتزودي جبن كل ما هتديكي طعم اكتر، وكل ما هتزودي بشاميل كل ما هيدي معاكي او كريمه هيدي معاكي طعم اكتر وجوسي. فزي ما قلت لكم نصيحتي ان انت تعملي كيلو لبن وجربوا الوصفه دي، على ضمانتي هتعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، ما تنسوش